تخرجني إلى مقصلة وموت، سيدفعون الثمن، بكل تأكيد سيدفعون الثمن. أرنا سولبرغ تقول أخرج ملا كريكار للموت، هي تدفع ثمنها، وتدفع ثمنها من روحها. من الذي يقبض روحها؟ لا أعرف. القاعدة، أنصار الإسلام، أقربائي، أولادي، لا أعرف من، لكن ستدفع ثمنها. لا يوجد خط أحمر أخطر من الدين عند المسلم، وأخطر من القرآن لا يوجد شيء آخر. كذب لا توجد، يعني حتى أفكارنا ليست متقاربة، تنظر إلى نفسها فقط، معي أو تموت. هذا لا يمكن قبوله عندنا، لا يمكن أن أؤمن به. أنا مثلي لا يؤمن بمثل هذا. هذا ما يكون على حقوقي فقط، ثم يتجاوز. إذا واحد آخر اضطهدوا هكذا يقول إحنا عملنا بملا كريكار، فمن أنت؟ يغيروا هذا أيضا. بعد فترة يقولوا نحن عملنا كل هؤلاء الأجانب، شو أنت النرويجي ما نستطيع أن نعمل ضدك كذا، فيصير تأتي السرى إلى النرويجي. وفي كلا الحالين أنا ملا كريكار أحترم النرويج دولة ومجتمعا، وليكن ما يكون.